بنت عندها قدرة خاصة بإنها بتقدر تشوف أرواح لناس ماتوا من سنين، وبتورث بنتها منها الصفة دي، واللي بتتورط بسببها في مشاكل كبيرة مع أشباح كتير وبينجوا منها بأعجوبة. تعالوا نشوف. بداية عايز أقولك إن اللايك بتاعك بيفرق معانا كتير، اعمل لايك. بيبدأ الفيلم مع ليزا واللي بتكون قاعدة على السرير كده وبتاخد دواء، وبيبان عليها إنها بتعاني من حاجة معينة، وبتكون رايحة هي وبنتها هايدي لجوزها أندي، واللي بيكون بيوضب البيت الجديد اللي هيتنقلوا فيه. وهايدي وهي واقفة قدام الشباك كده بتلعب بفراشات لعبة، بتشوف راجل لابس بدلة وطاقية واقف في الجنينة وما بيتحركش، وبتيجي عليهم جويس واللي هي تكون أخت أندي وبتسلم عليهم وبتدخل معاهم للبيت. وهم قاعدين قدام مدخل البيت بيكونوا بيتكلموا عن البيت الجديد، وبتتخيل هايدي بحاجة كده بتتحرك في الجنينة. وبنشوف ليزا ماشية بالليل كده بعد ما خلصوا سهرتهم وماسكة حاجة في ايديها عشان حاسة بحاجة بتتحرك، ولما بتقرب جامد ما بتلاقيش حاجة. وبيجي عليها المشهد وهي نايمة في البانيو، وبتشوف أمها قاعدة على البانيو جنبها وبتتكلم معاها. بيجي تاني يوم وبيكون أندي خارج بس بيشوفها زعلانة، فبيسألها شفت حاجة تانية، وبنعرف إنها بتعاني من حالة نفسية وبتهيأ لها ناس ماتوا إنهم عايشين وبيكلموها. وبنشوف هايدي بتلعب بالعجلة بتاعتها في الجنينة، وبيكون بتهيأ لها إنها شايفة ناس حواليها، ومن خوفها بتقع بالعجلة. وبتيجي عليهم ليزا واللي بتسأل هايدي بخوف كنت فين، بتقول لها هايدي مش لازم أقولك، شفت راجل عجوز وكان موديني المرجحة. ولما بيحكوا اللي حصل لأندي اللي هو أبو هايدي بيروح للمكان اللي قالت عنه وبيلاقي مكان للمرجحة فعلا، لكن المرجحة نفسها مش موجودة. وبتقول هايدي ان الراجل العجوز اللي كان اسمه مستر جوردي بيقول ان في هنا فلوس مدفونة. وبنشوف ليزا وهي بتاخد برضو الدواء بتاعها، وبتكون لسه بتهيأ لها حاجات بتشوفها في كل مكان حواليها. وبتروح ليزا لهايدي بنتها وبتلاقيها بتتكلم مع مستر جوردي وبتقوله انهم بيقولوا عليك شخص وحش. بتقعد ليزا تتكلم معاها شوية وتحاول تقنعها ان مستر جوردي ده ملوش وجود. وبيجي الليل وبنشوف اندي وجويس بيدوروا على الفلوس اللي قال عنها مستر جوردي لهايدي انها في الجنينة. وبتيجي عليهم ليزا وبتتخيل ناس برضو في المكان وبتسيبهم وبتمشي. وبيجي تاني يوم وبتقول جويس لليزا ان ملاك البيت كانوا اغنياء جدا، وبتعرفها ان فعلا كان في شخص اسمه جوردي كان صاحب البيت ده في وقت من الاوقات، وعملوا حيلة كده علشان يتأكدوا ان فعلا نفس اللي بتشوفه هايدي ولا لا. فبتجيب جويس شوية صور لناس عواجيز وحطت في وسطهم صورة لجوردي، وقالت لهايدي نقي لها عريس من دول. ولما بتشوف هايدي الصور بتعرف صورة مستر جوردي وبتتضايق أوي طبعا أمها، لأن ده معناه إن هايدي كمان زيها وبتشوف ناس مش موجودة. وبتكون ليزا متضايقة أوي وبتتنرفز على جويس علشان مش عايزة تتقبل إن هايدي زيها. ونشوف قسيس الكنيسة راح لهم البيت يبارك لهم عليه وبيكلمهم شوية عن تاريخ البيت، وبنعرف من كلامه إن على أرض البيت ده كان في شخص أيام الحرب العالمية بيحمي الناس وبيخبيهم وبيهربهم علشان يفضلوا عايشين. وبيقول علشان كده ممكن يجيلكم زوار في أي وقت، لأن المكان ده يعتبر مقدس عند كتير من الناس، بس يا ريت تعاملوهم بلطف مش زي الجد مستر جوردي آخر وارث لهم اللي كانت معاملته وحشة نسبيا مع الزوار. فبترد هايدي بتلقائية إن مستر جوردي لطيف معايا. فبيستغرب أوي القسيس لأن المفروض إن مستر جوردي ده مات من سنين كتير، لكن أندي بيغطي على كلامها بسرعة. وبيجي الليل وجويس بتكون بتلم هدومها اللي كانت نشرها على المنشر ده، وبتسمع صوت غريب من وسط الشجر، وطبعا أم الفضول هيموتها لو ما راحتش. فبتروح وبتلاقي الحاف قديم كده. إيه ده، أنت لسه ما عملتش لايك ولا كومنت ولا حتى اشتركت في القناة؟ يا عم أحلى مسا عليك. المهم بتروح جويس لمكان الصوت وبتلاقي لحاف قديم كده، وبعدين بتشوف اشكال ناس غريبة، فبتخاف قوي وبتاخد اللحاف في ايديها وبتجري بسرعة. وبنشوف هايدي وهي نايمة كده عادي، بس في واحدة شكلها غريب واقفة لها على الباب ما بتتحركش ابدا لحد ما بتمشي فجأة. وبيجي تاني يوم وهايدي بتكون في الحتة الواسعة قدام البيت دي وبتكون ماشية ناحية الغابة، لكن بنشوف مستر جوردي بيوقفها وبتكون بتكلمه لكنه مش بيرد عليها. وبيكون أبوها أندي جاي عليها وشايفها وهي بتكلم نفسها وبياخدها على البيت، وبيكون جايب لها كلب هدية وبتفرح بيه قوي وبتسميه تشيف. وتاني يوم بيختفي الكلب تشيف، وبتطلع هايدي مع أندي أبوها بيدوروا على الكلب، ولما بيروحوا ورا الصوت بيسمعوه بيتألم. فبيسيب أندي هايدي في مكان كده ويروح يشوف الكلب ويلاقيه مزنوق في فخ قوي قوي كده معمول من خشب. وهايدي بتكون قاعدة بس سامعة أصوات كتير حواليها. ولما بيكسر أندي الصندوق الفخ ده على شيف الكلب بيطلع شيف جري، وبنروح لهايدي اللي بتكون سامعة صوت واحدة بتقولها ساعدينا، وبتروح على الصوت وتلاقي المرجحة بتتحرك بس بتشوف عليها أشخاص
شكلهم غريب وبتظهر وبتختفي الاشخاص دي، وفي الاخر بتشوف واحدة مشنوقة فبتصرخ جامد هايدي من الخضة، وبيروح عليها اندي بسرعة وبياخدها في حضنه. وبالليل وليزا نايمة بتكون بتحلم بكوابيس وكلام ما ينفعش نوصفه اديك شايف، وبتقوم من النوم مخضوضة وبياخدها أندي في حضنه. وبنروح تاني يوم وبتكون برضه هايدي بتكلم مستر جوردي اللي بيقولها إن في ناس جايين على هنا. بياخد أندي هايدي ويمشي في مكان كده، وفجأة بيكون في واحدة ست عجوزة واقفة عند قبر كده وبيتخضوا منها قوي. بيكون في معاها شاب وده بيكون حفيدها، وبيفهم أندي إنها جدته وإنها بتيجي من وقت للتاني عشان تزور جوزها. وبتكون هايدي قاعدة مع العجوزة دي، وبتكون العجوزة بتحكي لها على حاجات معينة حصلت. ولما بيروحوا بيكون أندي رايح على البيت وهو متضايق كده، وبيقول لمراته واخته اجتماع عائلي، وبيخرج هايدي بره شوية. وبنشوف ليزا وهي قاعدة مع هايدي وبتكلمها عن البيت وتاريخه. وبنشوف أندي وهو مع حفيد الست العجوزة دي وبيقول له إنه اشترى اللحاف ده من أخته. وبنرجع تاني لليزا اللي لسه بتحكي لهايدي عن تاريخ المكان، وبتكون مطلعة مستر جوردي بيعمل حاجات وحشة، لكن هايدي بتقولها إن مستر جوردي كويس ولطيف معايا، وبتتخانق معاها وبتطلع من الحمام وبتقولها تطلع وراها. لما ما بتطلعش وراها على طول من نفسها وما بتسمعش صوتها بتدخل تاني علشان تشوفها، لكنها مش بتلاقيها لا في البانيو ولا في الحمام كله. ولما بتقرب من البانيو بتلاقيها نايمة على وشها، فبترقع بالصوت بسرعة وبتخاف عليها قوي وبتجري عليها بسرعة تلحقها، وبتقعد تخبطها على ظهرها علشان تتنفس. وبتشوفها بترجع حشرات وديدان، وبتنقله للمستشفى. وبتكون ليزا قايلة للممرضة اللي شافته لكنها بتتريق عليها. وبيروح عليهم أندي، ولما بيسأل الدكتورة تنصحينا بإيه بتقوله لازم تراجعوا دكتور نفسي، وده معناه إن مراتك مجنونة يا حاج، خصوصا إن هايدي أنكرت ده. وبيجي عليهم الليل وبيستدعوا القسيس علشان يصلي بيهم ويبارك لهم في المكان، وفعلا بيعمل كده وبيفضل يقرأ في كلام مقدس ويطلب من الرب يبارك لهم ويبارك لهم في المكان ويبارك لهم في بنتهم هايدي وهكذا. وبتكون جويس الوحيدة اللي مش طبيعية وحاسة بحاجات غريبة بتتحرك حواليهم، وبتشوف ناس كتير شكلهم غريب وبتتخض جامد. ولما بيخلص القسيس بتكون جويس واقعة على الأرض كده. وبنيجي بالليل وبيكون في صوت حوالين أوضة هايدي اللي بتصحى وبتمشي ورا الصوت ده، وبيكون معاها اللعبة بتاعتها. وبنشوف فجأة بنت كده بتشاور لها على مكان معين بره البيت طبعا، فبتخرج هايدي على المكان ده وبتكون ماشية ورا الست دي وبتدخل لجوه الغابة وراها في عز الليل. يا قلبك يا شيخ عليا النعمة لو هيدفعولي ولا مفكر حتى في الموضوع. المهم يا صديقي بنروح لليزا اللي بتكون شايفة كابوس وهي نايمة، وبتقوم مفزوعة من الخوف. وأول ما بتصحى بتلاقي أندي جاي عليها وبيقول لها كلمي الشرطة بسرعة هايدي اختفت. وبيطلع أندي يدور على هايدي بنته وسط الغابة، ويكون سامع صوت بيقول باستمرار ساعدني ساعدني، ويفضل ماشي ورا الصوت لحد ما بيوصل للحفرة اللي كانت بتكلمه وهي فيها. وبيكون بيحاول يعمل أي حبل عشان ينزل لها ويطمنها الأول، لأن صوتها بيكون خايف قوي لأنها بتشوف حاجات كتير شكلها مرعب. وبتكون بتستنجد بابوها تاني، وبيكون أخيرا عارف يجيب حبل ونزل لها وأخدها في حضنه. بيبص على المكان كده وبيقول لها إن ده المكان اللي كان بيخبي فيه ناظر المحطة الناس عشان يهربهم، وبيشوفوا جثث كتير في المكان. بيجي تاني يوم وبيكونوا بيسمعوا الأخبار كلها بتتكلم عن البيت ده، وبتقول هايدي إنها مش عايزة تقعد في البيت ده تاني. وبتحاول جويس تهديها وتفهمها إن اللي حصل حصل وخلاص وما عادش فيه أي خطر في المكان، لكن هايدي بتكون خايفة وبتقول إن مستر جوردي قال إن ناظر المحطة هنا وهيجي علشاني. وبيقول أندي إن مستر جوردي برضو قال إن في فلوس في الحديقة، وفعلا لقينا، واللي علينا نعمله دلوقتي إننا نلم كل أغراضنا في العربية حالا ونتحرك من هنا. ولما بتسأله ليزا هنروح فين ملناش مكان تاني بيكلمها بعنف وبيقول لها أنت ما فكرتيش إزاي هايدي نزلت للحفرة دي بدون ولا خدش حتى في إيديها؟ يا حبيبتي اللي بيحصل المرة دي حقيقي، اللي بيحصل مش من اللي بتشوفيه في خيالك زي أي مرة تانية. بيجي تاني يوم وبتكون هايدي بتسلم على عمتها جويس اللي بتقرر إنها تفضل هنا ومقتنعة إن مفيش أي حاجة مؤذية للإنسان، وبيكونوا بيجهزوا كل أغراضهم. وبتكون هايدي وأندي أبوها مستنيين ليزا اللي اتأخرت جوه، فبيسيب هايدي في العربية وبيدخل يشوفها. وبيكون باب العربية اللي جويس قاعدة فيها اتفتح لوحده، ولما بتطلع تشوف مين بتشوف ناس كتير بس أموات أحياء. بتكون ماشية كده وبتشوف منهم كتير. فجأة بتنادي على هايدي عشان كان رايح عليها شبح ناظر المحطة، لكنها مش بتسمعها، واللي بيسمعها هو شبح ناظر المحطة نفسه، وبيغير اتجاهه ناحيتها. فبتجري بسرعة تدخل جوه عربيتها وتقفل
عليها الباب كويس، وبيكون بيخبط في العربية كده، وبتحاول جويس تتصل بأندي وليزا بسرعة عشان يلحقوها، لكنهم بيكونوا شالوا كل أغراضهم بما فيهم التليفون. وبتكون جويس خايفة قوي، بتبص من الشباك كده، فجأة بيجي قدامها شبح نظر المحطة، وبنشوفها بتطلع من بقها إبرة كده فيها خيط، وبتفضل تشد في الخيط ده كده وهي بتتألم، وبيكون الخيط ده بيربط على جسمها تحت الجلد، وهي لسه بتسحب فيه برضه. وبتكون هايدي قاعدة في العربية وهتموت من الخوف والرعب من الأصوات اللي حواليها والأشباح اللي بتشوفها. وفجأة بتشوف من الشباك شبح نظر المحطة جنبها، وبتصرخ جامد. وبنشوف ليزا وهي بتجري وبتدور تاني على هايدي اللي بتكون اختفت تاني، وبتقول لأندي إن هايدي اختفت تاني. بياخد أندي العربية بسرعة وبيدخل بيها الغابة عشان يدور عليها، وبيكون سايق العربية بسرعة قوي. وبتروح ليزا عند جويس الكابينة بتاعتها دي، وبيكون الباب مقفول جامد عليها. ونشوف أندي اللي بيشوف قدامه واحدة بفستان أبيض كده وسط الغابة، وبيحاول يتفاداها، فبيلبس في شجرة. وبتقدر تدخل ليزا للعربية اللي فيها جويس أخيرا، وبتشوفها متعلقة بحبل كده بيكون طالع من بقها ومربوط في السقف، لكنها لسه عايشة وهي عايزة تساعدها ومش عارفة ازاي. فبتمسك مقص كده وبتبقى هتقطع الحبل ده، لكنها بتتخيل حاجات كتير وهي رايحة تعمل كده. ولما بتقع جويس على الأرض بتقولها كلام غامض كده من نوعية هم أخدوها، هي معاهم، وحاجات من دي. فبتطلع ليزا من كابينة جويس وبتلاقي أشباح كتير. دول بيكونوا أشباح الناس اللي أنقذهم نظر المحطة، ويكونوا بيدلوها تمشي منين عشان توصل لهايدي. وبتفضل ماشية وراهم لحد ما بتوصل لمكان كده، وبتنادي عليها كتير لكنها مش بترد. وبتنزل لمكان كده وبيكون فيه حيوانات كتير متحنطة، وبتكون خايفة ومرعوبة من اللي شايفاه. بيقع منها النار اللي كانت بتنور لها، بيقع عليها هيكل عظم كده، فبتخاف منه قوي وبترقع بالصوت. تعرف ان المكان ده هو اللي كان بيحنط فيه نظر المحطة كل الحيوانات دي. واخيرا بتشوف ليزا هايدي على ترابيزة كده ومتكتفة، فبتروح عليها جري عشان تفكها، وبتخبط بحاجة كده في السقف بيكون من فوق ده في وسط المكان الواسع اللي قدام البيت بتاعهم. وبتشوف نظر المحطة جاية عليهم، فبتشيل هايدي بسرعة عشان تطلعها الأول. ولما بتيجي تطلع هي بيكون حد مسك رجليها من تحت، فبتصرخ جامد وبيقرب منها، وبتكون ميتة من الخوف، لكن خلاص بتستسلم ومش قادرة تعمل حاجة. وبتفتكر ذكريات كتير عدت عليها، ولما بتسلم له نفسها زي أمها كانت دايما بتقول لها، بتلاقي فجأة إن كل الأشباح التانية دي هجمت عليه، وهي قدرت تطلع من الحفرة وهي شايفة تحت إنه بقى ولا حاجة، وكأنه مجرد شوية هوا. وتشوف هايدي فوق مستنياها ومعاها أندي. لما بتسأل مين اللي خرجنا، أبوكي، بيبصوا كده وبتشوف مستر جوردي هو اللي أنقذهم، وإنه شخص كويس مش زي ما القسيس كان بيقول عنه. وبس كده يا صديقي، بيخلص الفيلم لحد هنا. قولي رأيك في التعليقات، وقولي لو في اقتراحات تحب نعملها الأفلام الجاية. وفي الآخر كالعادة ما تنساش اللايك الجميل، وصل على النبي محمد. سلام.